السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في قناتي مع اسماء فودة. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة، هنعمل صينية بسبوسة واقولك على اسرارها وتكاتها واقولك ازاي تطلع منك طرية جدا. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة انا هعمل الشربات بتاعها، بحط بالظبط دي مقادير مظبوطة جدا، حوالي كوبايتين سكر اللي هي كوباية العصير الطويلة دي. طبعا احنا كلنا عارفين حجم الكوباية دي، نحط كوبايتين سكر وعليهم 3.5 مية. دي مقادير مظبوطة جدا ومجرباها كتير قوي، يعني دايما تطلع البسبوسة ناجحة بالمقادير المظبوطة اللي انا بقولك عليها دي. كوبايتين سكر و3.5 مية، ما تزوديش عن 3.5. وطبعا عليهم ليمونة صغيرة او عصرة ليمونة. كده الشربات بقى ده يغلي معايا، هسيبه لحد ما يتقل شوية. بعد ما اطفي عليه اروح نازله مثلا بظرف فانيليا، وما تكتريش برضو من الفانيليا، هو ظرف او كيس كفايه قوي. وتحطي الفانيليا بعد ما تدفع الشربات عشان تحتفظ بريحه الفانيليا. زي ما انتوا شايفين بقلب كيس الفانيليا كويس. وبعد كده هبدا اللي انا اعمل ايه في البسبوسه بتاعتي. هو كده قوامه كويس، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. هنيجي نعمل بقى طريقه البسبوسه. هضرب الاول في الخلاط، هجيب كوبايه ميه دافيه اللي هي كوبايه العصير الكبيره، وعليهم الكوبايه الصغيره سكر، وبضربهم كويس في الخلاط لحد ما السكر بيدوب خالص معايا وبياخد اللون اللي هو ايه، شبه لون اللبن كده، اللون الابيض. وبضربهم في الخلاط لحد ما هما بياخدوا لون اللبن، بيبقى لونها ابيض، واتاكد ان السكر كله داب معايا. بحط بقى ده حوالي نص سميد بسبوسه، نص سميد بالظبط. بنزل عليهم، بحط عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، زي ما انتوا شايفين، معلقه صغيره بيكنج باودر. وبقلب الحاجات اللي هي الجافه الاول، السميد مع المعلقه بيكنج باودر، ما تزوديش عن معلقه شاي صغيره، عشان البسبوسه برضو ما تنفش معايا او تبقى عاليه قوي، ما تبقاش حلوه. وبحط حوالي معلقتين سمنه، وبكمل الكوبايه صغيره زيت. يعني معلقتين سمنه وبتكملي بقيه الكوبايه الصغيره طبعا زيت. وببسها قوي في الزيت والسمنه لحد ما بتشرب السمنه كلها. زي ما انتوا شايفين ايدي فيها طبعا على طول. ببسها كويس جدا لحد ما بتشرب السمنه كلها. ويا ريت بقى لو انت بتشوفيني لاول مره تعملي لايك واشتراك في القناه، سبسكرايب، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا ببسها كويس جدا عشان كلها تشرب من الزيت والسمنه اللي انا حطاها، ما يبقاش ناحيه مثلا حبه ناشفه والتانية ايه فيها سمنه. بخليها كلها زي بعضها زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بسيتها كويس. هبدا بقى انزل عليها بالكوبايه ميه دافيه وكوبايه صغيره سكر اللي انا وريتها لكم، اللي ضربناها في الخلاط. بننزل بيها طبعا على العجينه. انا بسيتها هنا كويس. برضو بتعجني فيها عادي، ما تقلقيش، برضو كل ما بتتبس برضو اكتر بتبقى حلوه وطريه معايا، ما بتاثرش على اي حاجه ولا بتاثر على نتيجتها. انا ببسها كويس لان انا ما كنتش حاطه السمنه سايحه قوي، فكان لازم ان انا اقعد ابسها شويه. بعد كده بنزل بقى بكوبايه ميه دافيه اللي انا كنت مدوبه عليهم كوبايه صغيره سكر، كنت ضربهم في الخلاط لحد ما السكر ناعم جدا. بتاكد ان السكر ناعم فيها وداب. بقلب ايه باتجاه واحد مش اتجاهين، بقلب كده اتجاه واحد كلها مع بعضها، مع كوبايه الميه وكوبايه السكر الصغيره. بتبقى جاهزه بقى ايه، طبعا دلوقتي هي جاهزه اللي انا ايه احطها في الصينيه اللي انا هعملها. بتبقى هي كده جاهزه. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله جدا ومجربه يعني كتير وناجحه، وان شاء الله تطلع معاكي البسبوسه طريه جدا، وتعمليها يعني على طول ان شاء الله. ما تنسيش بقى تشجعني بالتعليقات الحلوه يا قمر وعشان افضل مواظبه معاكم واصور معاكم ان شاء الله كل يوم، واجيب لكم باذن الله كل جديد واصوره. فتعليقاتكم دي طبعا بتفرحني وبتشجعني جدا. هجيب بقى صينيه واحط فيها حوالي نص معلقه سمنه، يعني برضو ما تزوديش السمنه قوي. بدهنها كده بالفرشه، وبدهن برضو جناب الصينيه بالفرشه
عشان لما الجناب تبدأ تبقى لونها محمر معايا كده، بقفل العين من تحت، او بقفل الفرن من تحت، وبروح مشغله على الشوايه. هو يا دوبك دقيقه او اقل من دقيقتين بتكون هي اصلا احمرت من فوق. بسويها طبعا كده على قد ما تقدري تخليها هي مستوى واحد، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده طبعا هي استوت من تحت ومن الجناب، طفيت عليها وشغلت الشوايه حوالي دقيقه. برضو انت بتتابعيها لان هي حساسه وبتحمر بسرعه. وبروح انزل عليها بالشربات كله. تسيبي برضو حبه معاكي، تسيبي حبه معاكي برضو لو انت احتجت لهم في الاخر، لقيتها شربت الشربات كله واحتاجت برضو حبه بالنظر كده انت بتحطي. ما احتجتش خلاص يبقى هي خدت كفايتها وخلاص، هي اتشربت كل الشربات اللي هي محتاجاه. وشايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه نظيفه وحاجه اوفر من بره بكتير، وحاجه عاملاها ايه برضو على ايدك، وكل حاجه طبعا نظيفه وعاملينها مع بعض، فاحسن من بره بكتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.